تعال اقول لك على 3 عربيات. واحده ام جي كان عليها لزق الفابريكا الابيض، اتساب سنتين على العربيه، اللزق اتشال، الغيره اتحرق على الدهان. العربيه كلها الحمد لله قدرنا نعالجها. طبعا دي كانت محتاجه دقه عاليه قوي علشان العربيه تطلع مظبوطه بدون اي اضرار. الضرر الوحيد اللي بقى على العربيه الجزء ده في الكبوت، زي ما احنا شايفين الدهان نفسه اتاذى من الحراره بتاعه الشمس واللزق. طيب العربيه الثانيه دي اس 7 معموله فيلم حمايه ضمان 7 سنين، اتحرق على الدهان. صاحب العربيه ما ودهاش للي عمل الفيلم يشيله، لان ده اكتر واحد هيحافظ على ازاله الفيلم بدون اضرار، لان هو مسؤول بعد كده. لا، وداها عند واحد تاني. التاني شال الفيلم بكل استهتار فبوظ الدهان زي ما انت شايف. العربيه بقت عايزه ترش كبوت وسقف. هنا كده العيب عند اتنين. اللي لزق الفيلم ما كانش امين في نوع الفيلم اللي اتحط على العربيه. الفيلم اتحرق بعد سنتين. من ضمن عوامل الحرق ده الغسيل بالبريل والصابون ومسح الفوطه الزفره. رقم اتنين، اللي شال الفيلم اذى الدهان واذى الورنيش اكتر ما هو مأذي. طيب العربيه الثالثه تويوتا دي عليها فيلم حمايه ضمان سنتين، قطع جروح تحت الفيلم والفيلم نفسه اتقطع ما حماش. كل كلامنا يا جماعه خاص بالافلام الهاي كوبي او فيرست كوبي او ايا كان كوبي ايه. الافلام دي مؤذيه جدا للعربيه، هتدفع فيها فلوس وتخسرها وتخسر دهان العربيه. انصحك لو هتعمل فيلم تعمل فيلم مظبوط. فيلم مظبوط ده مش هيتعمل غير عند شركه محترمه. في فيديو جاي ان شاء الله هنقول لكم انواع الشركات اللي في مصر اللي بتعمل افلام حمايه حقيقي بجد مظبوط.